لما بنشوف مسلسلات او فيديوهات عن كوريا بننبهر قوي بالثقافة بتاعتهم واللايف ستايل. بس في شوية حاجات كده اول لما بنعرفها بنحس بكالتشر شوك. ماذا لو الحاجات دي حصلت هنا في مصر؟ مش بذمتكم هتخلينا نقول That's so Korea؟ فانا جاية اشارك معاكم النهاردة 10 حاجات غريبة وفريدة جدا عن ثقافة كوريا اليومية. فيلا بينا. اول حاجه هي ثقافه التحيه او السلام في كوريا. اتوقع معظمنا عارف الموضوع ده، ان هما لازم يباعوا شويه كده وهما بيقابلوا بعض لاول مره. دي تعتبر يعني علامه من الريسبكت، لان عامه ثقافه كوريا فيها حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالريسبكت والفورماليتيز لازم ناخد بالنا منها، خصوصا لو احنا مسافرين كوريا او بنتعامل مع حد كوري دايركت. تاني حاجه هي ثقافه الاكل. اول حاجه يا جماعه في ثقافه الاكل كده، هي حاجه بصراحه بالنسبه لي حاجه جامده جدا، ولمحبين الاكل كلنا هننبسط. طبيعي قوي نشير الاكل، يعني عندهم sharing culture ده موجود بشكل اساسي. يعني ما ينفعش ان انت تروح تاكل وتطلب مثلا طلب لوحدك. بنطلب مثلا ستو، اي ستو عامه بيبقى لازم كده يبقى محطوط في النص وكلنا قاعدين بناكل مع بعض كده، فيه حرفيا بنغمس يعني. تاني حاجة عن ثقافة الأكل، إن ما ينفعش أبدا لو أنت قاعد مع حد أكبر منك تاكل قبله، لازم تستنى الكبير الأول هو اللي ياكل بعدين أنت تاكل بعديه. تالت حاجة وهي إن في كوريا لما بتيجي تاخد حاجة من حد أو تدي حاجة لحد لازم تستخدم إيديك الاتنين. ما ينفعش تدي حاجة لحد بالشكل ده بإيد واحدة، دي تعتبر وقاحة. فلازم تستخدم إيديك الاتنين وأنت بتدي حاجة أو بتاخد حاجة من حد. رقم 4، ودي مهمة جدا بقى يا جماعة، في المترو أو في وسائل المواصلات عامة لازم 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 نكون هاديين. وحتى لو حد جاله مكالمة المفروض يا إما يرد بصوت واطي خالص علشان ما يأثرش على الناس التانية، أو إن هم يتضايقوا أو يبصوله بصة استحقار كده من فوق لتحت، أو إن هو يرد على المكالمة بعدين. طبعا الموضوع ده مش موجود في مصر، مفيش حتة الهدوء في المواصلات ده، اللي هو اللي عايز يتكلم يتكلم واللي عايز يعمل مكالمات براحته يعني. خامس حاجة ممكن تبقى شوكينج جدا لبعض الناس، وهي ان مفيش باسكت زبالة خالص في شوارع كوريا. مثلا كلت حاجة وعايز ترميها، مينفعش اولا ترميها في الشارع لان الشارع بيبقى نضيف جدا وممنوع ان انت ترمي حاجة فيه. طبعا الحل الوحيد ان انت بتخلي معاك شنطتك كيس مثلا بتحط فيه الزبالة بتاعتك، يا اما لما تروح البيت بقى تبقى تحطها في الزبالة. كمان حاجة عن موضوع الزبالة، اللي هم عندهم الريسايكلينج مهم جدا، ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تودي حد في مصيبة حرفيا لو وهو بيحط مثلا كنز، بدل ما يحطها مثلا في مكانها حطها مثلا مع البيبر او مع البلاستيك. هنموتوا ولا ايه؟ رقم 6 دي من اكتر الحاجات اللي لما عرفتها بقيت اللي هو صفروني حالا يا جماعه، خلاص لا انا مش قادره استنى. شهر 5 في كوريا يا جماعه اسمه شهر الفيستيفالز، لانه هو بيبقى جاي بعد الميد تيرمز في الجامعات الكوريه. فالستودنتس بتبقى اوريدي تعبت وخلاص بقى مش قادرين وكده، فعلشان يعملوا لهم بريك حلو بيعملوا لهم في شهر 5 فيستيفالز، يجيبوا كمان بقى famous K-pop idols for free. مش شرط يكون اللي داخل الفيستيفال ده يكون ستودنت يعني، ولكن في جامعات مثلا بتتشرط ان لا الفيستيفال ده هيبقى للستودنتس بتوعنا بس، الفيستيفال ده ممكن اي حد يجي. فالمفروض ان احنا بنبقى عارفين من قبلها احنا ممكن نخش ولا لا، وهل هنحتاج تيكت ولا لا. سابع حاجة يمكن هي مش متعارف عليها خالص في مصر هنا، ان في المطاعم ما ينفعش تسيب تيبس خالص. ان انت تسيب تيبس ده اصلا بيعتبر وقاحة، فما ينفعش ان انت تسيب تيبس. رقم 8، وهي بصراحة حاجة حلوة جدا في كوريا، ان السكيورتي حرفيا في كل حتة. تبقى قاعد في كافيه عادي جدا وتسيب اللابتوب بتاعك وتسيب موبايلك وتسيب كل حاجتك حرفيا وتروح تعمل اي حاجة انت عايزها وترجع هتلاقيهم في مكانهم ومفيش حد لامسهم حتى. السبب يرجع لوجود الكاميرات في كل حته حرفيا، برضو بسبب السكيورتي العاليه جدا في كوريا. اصلا اوريدي عندهم محلات مش بيبقى واقف عليها حد اصلا، يعني انت ممكن تخش تشتري اللي انت عايزه وتحاسب بنفسك وتطلع عادي جدا. مستحيل يحصل عمليه سرقه لان الكاميرات موجوده في كل حته برضو، ولو سرقت حاجه هتتقفش عادي جدا. رقم 9 بقى، هي من الحاجات اللي انا شايفة ان هي اكيد ميزة كبيرة، بس في نفس الوقت شايفاها ان هي حاجة صعبة ان الواحد يكوب with it لفترة. مش ابدا تعدي حتى لو انت متأخر، حتى لو عندك appointment، حتى لو ايه اللي بيحصل ما ينفعش تعدي الشارع الا لما الترافيك لايت تقلب جرين. يعني لو الطريق فاضي بس الترافيك لايت لسه لون احمر،
لازم تستنى برضه. يعني في مصر احنا عندنا الموضوع ده في معظم الاماكن لا بنعدي عادي، حتى احمر اخضر اصفر اي حاجه بنعدي. لكن فكره ان حد يكون مثلا متاخر او اللي هو لازم يعدي دلوقتي، مثلا رايح المستشفى او كده ومضطر ان هو يستنى الترافيك لايت تقلب جرين، دي ممكن تبقى حاجه صعبه ان الواحد يتعايش معاها في الاول يعني. رقم 10 وهو اخر واحد، وهي الكالتشر بتاع بالي بالي كالتشر. كلمة بالي عامة بالكوري معناها بسرعة. في كوريا كل حاجة بتمشي سريع. لو طلبت اكل او طلبت دليفري، في العموم الدليفري ممكن يوصل فيه وقته، ما بيتأخرش ابدا، او يوصل كمان قبل وقته. لو انت بتاكل في مطعم لازم تاكل بسرعة جدا، عشان انت عارف ان في حد هيجي ياكل بعدك، فمن الادب والاحترام ان انت ما تقعدش بقى تاكل وترغي بقى وتقعد تفتح مواضيع وكده. فدي من الحاجات بصراحة اللي انا حاساها مش الطف حاجه لحد مثلا زي ان انا بحب ان انا اكل على مهلي قوي، وافضل بقى اتكلم واشوف بقى اللي قدامي ده مر بايه وانا مريت بايه، ونتكلم بقى على الحوارات اللي حصلت وننم مع الناس وكده. فده ما نقدرش نعمله في كوريا للاسف. يعني هو كل يلا يلا وامشي اتكل على الله، عشان في حد جاي يقعد مكانك. برضو لو حد بيشتغل لازم يخلص شغله بسرعه. الواي فاي سريع جدا 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 عندهم، خدمه الانترنت دي موجوده في كل حته، ومعظم الحتت اصلا الكافيز تقريبا الواي فاي بيبقى فور فري وبيبقى سريع جدا. اوفر اول هم عندهم الدنيا كلها سريعه، وانا نفسي اكسبيرينس الموضوع ده كله يعني. وبكده نكون خلصنا ال10 حاجات الكالتشرال شوكس بتاعت كوريا. قولوا لي بقى ايه اكتر حاجه صدمتكم عن كوريا النهارده، وسيبوها في الكومنتس تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.